لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم نبدأ رحلة قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات، منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطية خاصة بمناسبة حج بيت الله الحرام في هذه اليوم المبارك، يوم عرفة الذي هو أعظم أيام الدنيا كما جاء ذلك وصح عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا من قناة سلام الفضائية ننقل لكم آخر شعائر هذا اليوم، يوم عرفة، من خلال هذه القناة ولما يقوم به حجاج بيت الله الحرام من بعض المناسك. باسمكم جميعا أرحب بالضيفين الجليلين الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي. سنتناول في هذه الحلقة بعض أسرار الحج وحكمه وأحكامه، وسنتناول عن أسرار سورة الحج ذاتها وما ذكره الله عز وجل فيها من حكم وأوامر وتذكير وخيرات كثيرة في هذه السورة العظيمة، كما أننا سنمر أيضا على بعض الفوائد والمستنبطات من هذه الآية ومن أحكام الحج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة لتحقيق الهدف المنشود، وهو مشاركة الحجاج في هذا العمل العظيم المبارك، ونقل هذه الشعيرة الكبيرة لكافة مشاهدي قناة سلام. سيتحدث الشيخ حسن سلمان باللغة العربية، وسوف يتحدث الشيخ محمد بن عبد الله
باللغة التجرينية لنعمل بهذين اللغتين اللتين تنطق بهما قناة سلام. الشيخ عبد العزيز حيتحدث بأي لغة؟ والشيخ عبد العزيز طبعا الشيخ عبد العزيز اعتذر، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي حتى لو كان باقي كان يجلس معنا شوية، الله يسامحه. خير إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز اعتذر. إذا نبقى على برنامجنا. الشيخ حسن سلمان باللغة العربية والشيخ محمد عبد الله باللغة التجرينية على بركة الله تبارك وتعالى. الشيخ حسن سلمان نبدأ بك، أهلا وسهلا ومرحبا. فضل الحج وما ورد فيه من خير كبير. نريد فقط نتكلم عن زاوية فضل الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوما يتقبلنا الله سبحانه وتعالى فيه جميعا، يتقبل أعمالنا ويشرح صدورنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتقبل من الحجاج الذين يقفون في هذه اللحظة على جبل عرفات وأرض عرفات وسيفيضون بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل حاج ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. بالنسبة لموضوع الحج وفضل الحج، يعني هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وثبت ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع هذه الأمة. إذن فهو من الأركان العظيمة في هذا الدين التي وردت في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 ومنها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما جاء في الحديث. وبلا شك هذا الركن العظيم جاء من حيث الفرض بعد أن تكاملت بقية الأركان والفرائض، فجاءت هي في نهايات تقريبا البعثة النبوية على رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. فكانت متأخرة وكأنما تمم بها على كل هذا البنيان العظيم، بنيان هذا الدين وأركانه الكبرى، ومارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ميزة الحج من حيث الأفضلية أنه يجمع كالجهاد تماما، يجمع ما بين الجانب البدني والجانب المادي. الجهاد نعرف أنه جهاد بالنفس وجهاد بالمال، كذلك الحج هو جانب أيضا بدني وجانب كذلك مادي. ربما بقية الأركان، الصلاة بدنية محضة كالصيام تماما، والزكاة مالية محضة، والحج يجمع ما بين الأمرين، فتتكامل فيه هذه ما تفرق في غيره. إذا كانت الصلاة بدنية والصوم بدني والزكاة مالية، فإن الحج يجمع ما بين هذين الأمرين، وبالتالي ينال أفضلية الجانب البدني وكذلك ينال أفضلية الجانب المادي. فالإنسان ينفق ماله ويتعب كذلك بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل كما جاء في الحديث، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور. فهذا التراتب بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله أن يأتي بالحج هو مرتبة عظيمة جدا من المراتب التي يعني. النقطة الثانية أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج، يعني قصد بيت الله تبارك وتعالى، ولم يرفث ولم يفسق، كما جاء في الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فمن فعل هذه فإنه يعود إلى أهله كيوم ولدته أمه. فهذا الفضل العظيم أن الإنسان يخرج من الحج وقد قد تطهر من ذنوبه وتطهر من سيئاته كيوم الميلاد تماما. هذه طبعا فضل كبير جدا، كأنما الإنسان يطوي صفحة حياته كلها السابقة فيما يتعلق بالسيئات ويبدأ صفحة جديدة. الجانب أيضا جانب كيوم ولدته أمه أيضا فيها معنى آخر، وهو معنى الفطرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد
على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتهويد والتنصير والمجوسية تأتي كحالة طارئة، فهذا الذي يعود من الحج كأنما يعود مثل هذا الطفل الذي ولدته أمه عبارة عن فطرة سليمة، وهذه الفطرة يعني يستطيع الإنسان أن يؤسس عليها كل ما هو خير بعد ذلك. وبالتالي موضوع الحج هو يعني أجره كبير وعظيم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من زوار وعمار هذا البيت. بارك الله فيك شيخ حسن، آمين اللهم آمين. شكرا على هذا البيان الطيب. والآن ننتقل نفس السؤال بتقرينا قرنا في الزارب كبرات سمعتنا بزعبان أي بلتتني حج غلاق بالناي والشيخ محمد عبد الله كنا منتهي بلتت حج الحمد لله. فقلنا له تبقى اسمع إن شاء الله بزعبان أيتي حكم دلو الحج كنا زاربنا. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات أحوات أحاتن أب كل شنخات عالم تركبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمي نقرأتم أحواتنا أحاتنا أب حج دلو ربي يقبل لهم إلنا دعاء نقبر. اتم زي حججوا دماني بحلفي بجرش دي حججوا دماني نعمتا إن شاء الله كحججوا إلنا عابد تسفانا بربي نقبر مالتي. إذا حج إذا قدمي اتبلتأتو مفلات دخوني أسلامي أبز عالم كله تريئنا عبي هنك أو تائد اللو بتعمي حج كخيد يفتو نمنتاي تبلكايو كتزاور دي خد خيد دلخا جردينا لو دي خوينو ولا مزاور دي لو خوينو تلكايو ولا حنت يقولون جن زبوتازي مراقة في نايزن بيو إلو يسبدت أماما مالتيو. ازي حج زي عبي بلتأتي دلو اتبلتأتو دماني رب العالمين أب قرآن حانسي سوالو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماني أب عدميهم ملو انتاي كم مخانو تبلتأتني حج دماني قليس أملنا يوم عليه الصلاة والسلام. بناي قداي ناي قداسو أقداسكم مخانو كنفلد من انتان حامشاي عندي ناي إسلام كم مخانو الرقاقز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تايلو منا إذا سلم الناس سني بحمشتي عند تاتي وتتخيلوا دلو إلو منا هديك قدامايك جمرو خلوه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلو منا كالاي إقام الصلاة سالساي إيتاء الزكاة رابع عيد ما صوم رمضان حامشاي عند دماني حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا نزكالو قديتا فردئيو حنتشا عبعد مئو كبل ازي بلوسكم مخانو يقل سألنا قالوا مالتيو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كال أي قداي اندحر بطعمي اندحر أقداسي نقرأ لنا خوينو بزعبانا يزنبنا من رقاف قن زنبنا كحاسبلنا رب العالمين زبالت أمن قدتا دلو خافتي بزوحيتي قداي لكن أبناي زنبي محتساب نحرمتينا ازي حجزي زنبخا كم دحاتسب نفلتينا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تايلمنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اندحر كيت كحججك أمه ديدلي زرباء يتزاربك أبحماق متأمات يتأمتك كفوء زرباء يتزاربك اتحجخ صفف حج غير كان حججك كتملس كلها ناب غزاوتك كم زي لما انت تولد كالو لكعكم ويخاتخون نصف صفوف صوري تخون زنبي كم ديبلكا تخون كم زي كدان سعدا رسحات زلو امو اب تاشمو اب بركينا اليخكا حاصيبكا صفوف سعدا زوص لكعكم ويخاتخون يلومنا ازي كابز امسل مونتاين دلي عبي بلصتي للو مالتي. بتوسخ دما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زي حج كاب دخنت كم دلقق
دما قليصهم لنا تايلومنا عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار الكير خبث الحديد. نعم. إذن انتهى مالتيو اندحر بحقي ذنبنا حد قبلنا نحد الكوينا وكاب دخلنات كن لقات خوينا اندحر كألنا خوينو عمرانا بالزح حجنا بالزح رب العالمين من انتن كافتي دخلنا دلنا يخلق قنا وذنبنا دما حسبلنا يبلنا مالتيو نزيك الكحجج دماني بحلف دك ديك الكجاهد اب جهاد كاتو زخل بحلفي دك انستيو دماني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دك انستيو تايلون كاو كافتي جهاد زبلص نعخاتكن نحكت ليا خونكن حج حشكن يلا سلازي ستنا عائشة رضي الله عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم إلى مستزاربتو أن احنا نجهز دلينا سخاتكم أسوت أب قال ستأتو بجهات تأتو نحنا ممكن جهاد دلينا مسبلتهم انتهي لهم عليه الصلاة والسلام كأوز بلت أدوخ كحبركي إلهم انتا إيولاتهم حج يحشكن عخاتكن دك نسيو حج يبلتسكن كاب جهاد يبلتسلكن إلهم حبيرهم من مالتهم سلازي ستنا عائشة انتا إلا كاب زازر وزي أخب دي سمع حج فانتتي لا أي قدف كوان عمت حجج نيرا مالتيو رضي الله عنها أتي بلصتنا ناي حج بزحيو فليتنا سني أب تكبار توعلنا يصبو بحلفي أنا الزروا زارو دلخو نتوم رب العالمين كألت هيبوهم دلو جنزب كوينو وطعنا خوينو هيبوهم كل رب العالمين كاب حج زلحق زولو دلو نعاتهم صبو أيكونن أزي قداي زخرخبوهم انتان أزي بلصت زي كشفونهم انتان ناب حج كقادم ولو زعمت زيادة طعمو نعمتا كحجج لونيات قبرالو مالتيو نسأل الله التوفيق والسداد. بارك الله فيك شيخ محمد عبد الله. الشيخ أبو حنيفة أهلا وسهلا متكنا لها كما تخبر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخين الفاضلين الكريمين. السلام. ياكم الله وسهلا. سلستين هذا لنا سلستين. من اللي سال زهير أخونا شيخ المشايخ عبد الله شيخ حسن سلمان الشخص طبعا الله يحفظهم يا رب العالمين الخير والبركة. مرحبا الله يكرمك. الله يكرمنا وإياكم. شيخ أبو حنيفة لما عنا نحن يوم عرفة أيو وبلصتنا يوم عرفة يعني كفيديو وقفيحيو ولما عنتي حجاج بيت الله الحرام بعرفة طويلة مالو دعاء قبل له نازم عن تزي بلصت كتنقرنا بزعبانة حج وبزعبانة توم دي حججوا من انتهى اللي هو بلصت انتهى اللي هو خير لما انتهى زي مع تزي تزبلت مع تخينو يركب لما انتهى زي مع تزي دحر دقا بزي حدا عبادة تحليفه عبي خسارة خمخانو اللي سات كتبرها لنا دسب لنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ارفعوا الصوت يا كنترول صوت الشيخ واضح. ابشروا تلا تيمكم ديكم. ابتدأ مجمرتا السلام عليكم. نتمحوتنا نحتنا كاتبنا زلو بحد شنخ ودماني نتم مشايخنا أبزلون لباو السلام تايك قرب لهم فتو. حنت معتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم بمدينة أما قد ناخذن كله حدا يهودا وتطوابلو يلو يا عمر حنت آية صحاتكم تنبو بابت مصحفكم وريدا زلا نابانا يهوداويان وريدا يرات تخون za آية زي أسي نحنا تات زولدت الله معالتي za آية زي أس عبي معالتي نخبرو معالتي عيد ما قبرنا عنيرنا جي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تقبل عبيلو لو بزعبنا يمتى هتزرب زلها عينيتين آية لو تآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تقبل عبيلو إلو أنا زا آية زئة
طيب أبينا يبوتان معاس كم زوردت أعري يذكره إذا آية زي أب عرفها معالتي. طيب نحنا ون مس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت بوتاتي أبت كبر بوتاتي تأكدنا أن كلنا رب العالمين سبحانه وتعالى أوريدوا. ففعلا إذا معالتي زي نعنا عبي معالتي عبي معالتي مبالينا دماني كم تتفلطوا أحواتي رب العالمين سبحانه وتعالى بوتاتات مرت إذا بوتازي لعل خالق زخبرا زبلت أنا قبر رب العالمين سبحانه وتعالى كومو دماني أبتي وانات كن الزاربن كلنا قال له وانات رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرون إذا وانزي. طيب كابت خالقت وانات زبلت قبر رب العالمين سبحانه وتعالى بمنتاي إن حدا أتبهلو دماني باتي أبزي بوتا إزي تخايلي كونتات وي أبزي زمن زي تخايلي كونتات رب العالمين سبحانه وتعالى إن رمضان عبي كبرتي بو قدمي أبزناي حج من السجارنا. طيب نوح يكونن بزعباني رمضان زحالف رمضان كنزارب كلنا نحنا رمضان كبرتو يعني تي مبلغ ناي رمضان رب العالمين سبحانه وتعالى زخبره لأنه قرآن زورد له وان سلز قبر رب العالمين سبحانه وتعالى بسنكي أب رمضان تخايري عابي قداي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى قرآن زورد له زمان كابز قبره بسنكو زي رمضان زي عبي كبرة رخيون لعلو خلو باللجأت لعلو خلو تأوارح باللجأتات زهاب رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب بسنكي إتي أو تخايري كونت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حنت معالت تحاتيتهم يا رسول الله نمتع سوني تصوم إلهم أكون مسألة معالت سلز تولدكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب مدينة مستساقروا مع أنه حتى قدمي أون إتني عاشوراء تصومون يرم إتحنت معالتي واجب زخونت أسلام كلاتهم تصوم وازن رب العالمين سبحانه وتعالى تصوم ناي رمضان جانا كاي حققن كله ويدماني كاي عززن كله رب العالمين سبحانه وتعالى معالت تصوم وازن عاشوراء حدش نقرأ يكون نعاتم جند آخني نمالته رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاتم لتهم يهود نمنت لكم صحاتكم نزم معالت تصوموا فيلومو أب كمزي أمثل معالت رب العالمين سبحانه وتعالى نموسا كم أرمانتم سعبتو كاب تي شجرن حرقان سبحان الله تقوانفهم معالتي فرعون مس وتهدروا والسراويت وكله كسعبوا من كله نزيئتهم كقتلوا من طيب كتفقوا من كدمسسوا من رب العالمين سبحانه وتعالى الحين فزي معالتي زي كبر معالتي رب العالمين سبحانه وتعالى زي مسكن له معالتي سلازقنا رب العالمين سبحانه وتعالى زتصوم معالتي يرو ويوم عرفة كمو أحواتي قدامي أبزن عسرت زبلت معالت تابت ناي عمت أب عيننا رب العالمين سبحانه وتعالى زركب نجرات كبريو كم أدماني مبلغ إن زن عسرت معالت تات زيئة رب العالمين سبحانه وتعالى على خالق كل معالت تات كل زمان زجبرن رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه أبآتن زمت عبيتي باللجأتها بسلام زركب كم بعل صوم إذا صومنا إذا معلت زئة رب العالمين سبحانه وتعالى تيمواز وعل بجكات الحجاج بحج يعني زي كون اللوز عامة زخ كافر المستوى حجاج أبزئة معلت زئة صوم رب العالمين سبحانه وتعالى سي بسنك كبرتنا يتمعلتتي نايكلت عامة رب العالمين سبحانه وتعالى مغفره نايزة حالف عامة نايتزلنا يون عامة إذا معلت زئة معلت نايتصوم كم زئة مسألة بلج أزلوها معلتي إذا عرفها معلتي نعنا قدوفو نايتما بحج زلو قلن حتى نعنا ون كابتي نفحات كابتي طعم جناتات كابتي طعم وتسعيتات نايزة معلت زئة حتى نايتوم أبتي وانتين أبتي بوتاتي زي ترخبو زلو قند أغني بخبرة تخبير ما زوعلو زلو سباتي ولا بحقون كله رب العالمين سبحانه وتعالى ون كابتي بركاناتا رب العالمين يخالفوا من نزول سباتي زياتهم إذا تصوم حج
ከምኡ ድማኒ እቲ ሰላት ወይን ቀጻሊ ስለ ዝኾነ 4 ከምቲ ዝብሎ እብን ሓጀር አልዓስቀላኒ ረሒመሁላህ ተዓላ طيب መብለፂአን ናይዘን 10 መዓልቲ እዚኣተን 4 ካብተን ዓንድታት ናይ እስልምና ኣብኣተን ስለ ዝተጠቕለላ ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ተጠቕሊለን ንረኽበን ማለት እዩ። ሓደ ጾም ናይ ዓረፋት መዓልቲ ከምኡ ድማ ሰለዋት ሰግዶ ዘሎ እስላማይ ሓጅ ብምሉእ ኣሳሰን ናይ ተውሒድ ናይ ረብ العالمين سبحانه وتعالى ሓደ ከም ምዃኑ ብኻልእ ንሕና ክንግዝኦ ዝግባአና ከምዘየለ ዘርኢ ንዕኡ ጥራይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓጅ ዘለው ንዕኡ ጥራይ ከምልኹ ካብ ኩሉ ነገራት ተነፂሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ምእንቲ ኢሎም ካብ ሓታ እቲ ሸሃዋት ናቶም ሙባህ ረብ العالمين سبحانه وتعالى ዝገበሩ ተቆንጢቦም ክውዕሉ ኣብ ዘመዓልትታት እዚኣተን ክብሪ ናይ ረብ العالمين سبحانه وتعالى ኸሪኡ ምእንተን እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምልክት ናይ ተውሒድ ናይ ረብ العالمين سبحانه وتعالى እዚኣተን 4 ዓንድታት ናይ እስልምና እዚኣተን الشهادتين والصلاة والصوم والحج ኣብ ምንታይ ተረኺበን ማለት እዩ ኣብዘን 10 መዓልቲ እዚኣተን መብለፂአን ግን ልዕሊአን ኩላተን ዘላ እታ ዮም ዓረፋ ከምቲ ዝበሎ ረሱል ላህ صለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ኣብዚኣ መዓልቲ እዚኣ እውን ረብ العالمين سبحانه وتعالى ካብ መቕፃዕትናቱን ዝምሕሮምን ናፃ ዝሰዶምን ዝኣመሰሉ የለውን ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقاب ناس طيب ربما وجبت عليهم النار طيب في مثل هذا اليوم بمثل ما لا يعتق الله سبحانه وتعالى في غيره فزي يوم العتق يوم البراءة إذا لو ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى السبب نزح سبات ناس قد صدهم كاب مقطعتي بديلي لم تسيوم بزي أما عن تزي أن حدا تعويتهم أبتما بحج زلو طبعا كم تزبولو شيخنا الشيخ محمد الشيخ محمد أبو عبد الهادي طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حدث من حدا وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى زي ما عن تزي لأنه الحج عرفة خم تزبولو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما عن تزي أذا حالفته أبتناي حج زلو تكبرات كبر إذا ما عن تزي عند حليفاته طيب حج بملء حليفه مالتي إذا ما عن تزي ولا كلا أيركبن إذا ما عملت زي عند حدا أركبوا إتخلق دم حراد عند حرده بقي عند حرده دم عند فسسه إتخلق زلوا جدول نجارات كمال أخيلي إذا عند حليفاته جن إتحج بملء حليفه سلزوانه إتم تعويتهم رب العالمين سبحانه وتعالى عدله بوم زلوا كم أدماني رب العالمين سبحانه وتعالى لبهم أتركيسو ألسلسو أتريو طيب نابوت رايكم زوجه غيروم زلو سبع زياتهم رب العالمين سبحانه وتعالى خير دليلهم السيو اتمجدي اتاريو اقاليلو ابز بوتا زخم زركبو غيروم كم ابلع لي ادماني خبت رحماني رب العالمين سبحانه وتعالى بلع لي ادماني نزم سبع زياتهم توفيق هبوم كم تلك يعني السد اللي زلو غيروم كوعلو مع طيب انت رب العالمين سبحانه وتعالى زرهم بارك الله فيكم بارك الله فيكم ما شاء الله طبوق زرباء طبوق حسابات طبوق وراردة إن شاء الله تتأكمنا هنكون سمعتنا بارك الله فيكم كبزبلو الشيخ أبو حنيفة حفظه الله. الشيخ حسن سلمان وجه إليك نفس السؤال. اليوم هو يوم عرفة فضل هذا اليوم ومكانته في الإسلام بعد ذلك سندخل إن شاء الله في أسرار سورة الحج لكن نحن اليوم يوم عرفة لماذا كان هذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا لماذا كان هذا اليوم يبكي فيه الشيطان لماذا كان هذا اليوم يباهي الله عز وجل به ملائكته لماذا كان هذا اليوم أكثر ما يعتق الله عز وجل فيه من رقاب هو في هذا اليوم ولماذا كان السلف يدخرون دعواتهم واحتياجاتهم لهذا اليوم لماذا كما قال الشيخ أبو حنيفة من ذهب عنه هذا اليوم فقد ذهب الحج عنه الحج عرفة أسرار ذلك شيخ حسن نريدها أن نسمعها منكم. نعم بالنسبة لموضوع الحج ركنه الأعظم كما تفضل المشايخ هو عرفة وهو من الأركان التي سميت بالاسم فإذا أفضتم من عرفات فهي من الأركان التي ذكرت مع أن أركان الحج أغلبها ذكر أو غالبها ذكر في القرآن
وعرف مما ذكر، ولكن عرف إذا فاتت لا تعوض. يعني بقية الأركان يمكن الإنسان أن يعني يحاول أن يسترد ذلك، لكن بالنسبة للعرفة تحديدا إذا فات وقتها ووقتها طبعا المقصود هنا بالذات الوقفة الليلية هي التي تعبر عن الركن، جزء بسيط من الليل يعبر عن هذا الركن. طبعا بالنسبة لفضل هذا اليوم يعني ورد التنصيص عليه في الكثير من آيات القرآن الكريم، فهو اليوم الذي يعني نص عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود. فالمشهود هو يقال هذا اليوم. كذلك في مسألة الوتر التي أيضا أقسم الله تبارك وتعالى في الفجر وليالي العشر والشفع والوتر. نعم. فهي أولا تقع في الأشهر الحرم، هذا اليوم يقع في الأشهر الحرم، ويقع كذلك في أشهر الحج يجمع باب، وتقع في نفس الوقت أيضا في العشر الأيام الفاضلة. صحيح. وهذه ميزة أيضا كبيرة. أيضا سبحان الله من ميز هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى، معروف أن الله تبارك وتعالى له تنزل ليلي وله تنزل واحد نهاري في العام. يعني التنزل الليلي سبحان الله يوميا في الثلث الأخير من الليل، لكن التنزل النهاري هو سبحان الله في هذا اليوم العظيم. أيضا هذا اليوم يقال بأنه اليوم الذي بدأت فيه المنظومة الكونية في حركتها وبدأ العد والحساب. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى استدارة الزمان، كأنما لحظة عرفة ولحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان كهيئته، بحيث كانت نقطة البداية. وطبعا هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان في تعبده في منظومة الحج يتوافق مع منظومة الكون، لأن منظومة الكون فيها كثير من الأشياء سبحان الله الشبيهة بمناسك الحج، سواء موضوع الطواف، موضوع السعي، الحركة يمين، الحركة شمال، هذه كلها سبحان الله المنظومات الكونية، سواء المجرات أو الذرات. يعني من الذرة إلى المجرة تلاحظ بأنها تسير في نظام كوني بديع يتوافق المسلم في حجه مع هذه المنظومة الكونية، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستدارة في هذا. أيضا من فضل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده هؤلاء الذين يقفون على أرض عرفات، يباهي بهم أهل السماء. وهذه طبعا مفخرة عظيمة جدا لهؤلاء الحجاج، هؤلاء الذين قصدوا هذا المكان، الله سبحانه وتعالى يباهي بهم. فسبحان الله يعني كيف لو أن ملكا من الملوك أشار إلى قوة من قوته، أو أشار إلى مجموعة ممن ينتسبون إليه وفاخر بهم الناس، فما بالك بأن الله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الحجاج، يباهي بهم الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من فضل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه من الرقاب ما لا يعتق في غيره. يعني أكبر عتق يحصل للبشرية من النار في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يجعلنا جميعا من عتقاء هذا اليوم العظيم الذي يعني هو بلا شك يوم رحمة، ومن فاته هذا العتق نسأل الله سبحانه وتعالى لا يفوتنا ذلك، فقد فاته الخير الكثير. إذن نحن أمام فضل عظيم في هذا اليوم المبارك، والإنسان يعني يتخلى في هذا اليوم عن كل إن شاء الله كل ذنوب. ثم أيضا من فضل هذا اليوم أن أعظم ما يذكر فيه وأعظم ما قال فيه النبيون وذكر فيه النبيون الله تبارك وتعالى بقوله لا إله إلا الله. فهذا اليوم سبحان الله أعظم ما يعبد الله فيه بهذه التهليلة التي نقول فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو يوم التهليل، وبلا شك التهليل من أعظم ما يذكر الله تبارك وتعالى به. فعلى كل يوم عرفة هو يوم عظيم، ويوم يعني خصه الله سبحانه وتعالى بكل هذه الميز وهذه الخصائص. بارك الله فيكم شيخ حسن. الآن سندخل في لب الموضوع، وما قدمناه الآن يعتبر مقدمة، ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. نرجو من المشايخ الاختصار في الطرح حتى ننتقل إلى أكبر قدر ممكن. الله سبحانه وتعالى شيخ حسن، والكلام أيضا لإخواننا ومشايخنا الفاضل المشاهدين، أنزل سورة سماها بأحد أركان الإسلام، لم يسمي بالشهادتين سورة، ولا
بالصلاة ولا بالزكاة ولا حتى بالصوم رغم عظم هذه الأركان، ولكن سمى بالركن الخامس سورة سماها سورة الحج. وهذه السورة من أولها إلى آخرها سبحان الله تتحدث عن هذا الركن العظيم. يعني ملخص في ويكيبيديا يقول والحج يعني سورة الحج تذكرنا بيوم البعث، فمنظر الحجيج في مزدلفة وهم نيام بعد وقوفهم في عرفة عليهم آثار التعب ويعلوهم التراب والغبار، ثم يؤذن لصلاة الصبح فتراهم يقومون وينفضون، هذا يذكر باليوم الآخر. سورة الحج هي تقع في 22 في الترتيب من السور، عدد آياتها 78 آية، عدد كلماتها 1279، عدد حروفها 5196. أولا شيخ حسن نريد مقدمة في فضل هذه السورة ومكانتها كما ورد في غزوة بني المصطلق وما حصل من بكاء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم بعد ذلك سندخل في أسرار هذه السورة ولماذا الله سبحانه وتعالى أنزلها كاملة وباسم الحج بالذات، وهذه السورة ما سبب كونها تشتمل على البعث، آيات البعث وآيات خلق الإنسان، ولماذا أيضا تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، أذن للذين آمنوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. لماذا ذكر الله عز وجل فيها الشعائر، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها نداء إبراهيم، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها اللحوم وبهيمة الأنعام، بقوله تعالى يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه السورة سنريد أن نتحدث عنها لأن فيها أسرار كبيرة جدا، نأخذ شيئا فشيئا. مقدمة لك. حياكم الله. كما ذكرنا في بداية الحديث بأن هذه موضوع الحج سبحان الله هو لأنه جامع يكاد يكون كل القضايا البدنية والمالية وشهادة أن لا إله إلا الله. الحج يجمع كل ذلك، فالحج يبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ففيه تقريبا مسألة لا إله إلا الله، فيه التوحيد وفيه الركوع وفيه السجود وفيه الصلاة وفيه تماما مسألة البيت الحرام هو مدار هذا الموضوع، والصلاة ونحن عندما نصلي نولي وجوهنا شطر هذا البيت، سيقول السفهاء ما ولاهم عن المسجد الحرام، فنحن نولي وجوهنا بطبيعة الحال في الصلاة إلى هذا المكان. وكذلك المال حاضر أيضا في الحج، ومفارقة الأوطان كذلك حاضرة في الحج. هنا يكون أيضا ننبه إلى أن الحج فيه شبه بالجهاد من هذه الزاوية، فيه مفارقة، وهنا يأتي قضية الربط بين الجهاد والحج في كثير من الآيات، في آيات البقرة وفي آيات التوبة وفي آيات الحج، كلها مرتبطة تلاحظ بالجهاد، لأن فيها هذا السر العظيم اللي هو يشترك مع الجهاد في الجانب البدني والجانب المالي، وتشترك كذلك مع الجهاد في مفارقة الأهل والديار، وهذه مسألة صعبة جدا يعني على الإنسان. الصلاة يؤديها الإنسان في وطنه، والزكاة يمكن يؤديها في وطنه، والصوم يمكن أن يصوم في بلده، ولكن لا أحد سبحان الله إلا أهل مكة تقريبا وأهل المشاعر، لا أحد من الخلق يستطيع. ويؤيد كلامك أن الذي مثلا يخرج من بيته هو أشبه ما يكون بالمهاجر فإذا وقع عليه الموت. نعم وقع عليه. لذلك الله يقول في سورة الحج نفسها نعم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا فيرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وبالتالي شيء عجيب هذه الآية ذكرت في الحج لأن الحج فيها الهجرة، فيها الخروج، فيها السفر، فيها وبالتالي سبحان الله الحج
أن تسمى به سورة، في كأنما كل هذه القضايا التي أركان الإسلام تجدها في هذه الشعيرة العظيمة الجامعة لكل ما ذكرنا من قضايا بدنية وقضايا مالية وقضايا معنوية إلى غير ذلك. ثم أيضا سبحان الله هذه السورة فيها المقصد الأسمى من قضية الحج، ويستشعر المسلمون خاصة في هذا اليوم يوم عرفة يستشعر فيه يوم الجمع الأكبر. سمى الله تبارك وتعالى يوم عرفة يوم الحج الأكبر. نعم. يعني هذا اليوم ويوم الحج، يوم عرفة. يوم عرفة ولا يوم العيد؟ يوم العيد يوم الحج الأكبر. يوم عرفة هو شاهد مشهود. نعم شاهد مشهود. فهذا اليوم الله سبحانه وتعالى عندما يجتمع فيه الناس كلهم يتذكرون اجتماع هؤلاء الخليقة جميعا في مكان واحد وينتظرون، وخاصة عندما تكون الشمس ساخنة كما كان اليوم تقريبا 47 أو 45 درجة، يعني مسألة صعبة جدا. فتصور هذا اليوم يتذكر فيه الناس ذاك المشهد العظيم. لذلك افتتحت سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سبحان الله. فأرادت أن تذكرهم بهذا اليوم. طيب في نفس الوقت دخلت في التذكير بقضية الخلق والبدايات وكذا، حتى أيضا من غفل عن قضية الموت وغفل عن قضية البعث وكذا، لا، أثبتت له أن والله البعث موجود والحشر موجود والوقوف بين يدي الله موجود. فأنت وقوفك يوم عرفة يذكرك بهذا الموقف العظيم عند الله سبحانه وتعالى. بالضبط. نعم. كبر شيخنا محمد عبد الله، أنتن زبلن شيخ حسن كدقمان تراديك ونسي دقم زربا يكون أنت زاري الشيخ حسن دقم زربا أبشروا دقمني أبشروا بخالق وانقه الدقمو المهم دحال نبلينا خنعللينا يدقمني إن شاء الله بزك على نقنقة تقرينا نقطيو يرد عني. لا نقطع يكون نروح لا نقص نص كمان. لا من هو نقص تخينو بعرب نودعي. لا نقص لكن تها قبر ها وأنقوا أنا كن هزمنا خن نرد إننا نبرين نقص وأنقوا رب حق زلنا على كل حال. نجرزي تجارب الشيخ حسن بزعبا ناي سورة الحج. أنا مقدمة خهب سورة الحج رب سبحانه وتعالى سورة كاملة بشمنا ركن من أركان الإسلام حج إلو طويعوا ذا سورة زئاء سبعان شومنتن عدد آيات حزات ركب شحن كلتم 207 شعاتن كلمات ناتا في دالات مالتيو حمشت شحن 296 حرف فيدل حزات ركب ذا سورة زئاء تذكرنا بيوم القيامة وخصوصا حجاج بيت الله كاب عرفة خيدهم من مزدلفة خلقسم كله أما عليها تلهم كلها رم لهم كمزي ميتهم زلوا كتسو خلوه خافلخ خرابون كتسو خلوه يوم القيامة يتذكرك فعلا ونساتهم كتسو كله أب حمد يمدلقسو أتي حمد كلقس كله من بعثنا من مرقدنا قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا آدي أخذ الذكر حجم بعد سورة الحج كم مجرش تخسع مجرش كم مجمر يخسع مجرش تاع بزعبا نجيتها تزارب بزعبا ناي يوم القيامة بزعبا ناي حج النتنا ربي بزعبا ناي حج قديتهم مخانو بزعبا ناي جهاد سبز انتهى متوه أبزبو تازيس لزركبو كلهم ملوء ناي حزب علم مؤتمر قبائي كابز عبي قبائي بفتصم يلن كاب بخونا شيء نخدم متصل بتوسع خدمة ما جرش رب العالمين نجيهم كلهم لك هو سماكم المسلمين له عتواتها سورة يا لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ثم نيزا سورة زي آيم فتذكر على كسخابنا الشيخ أبو حنيفة هون كهبنا إن شاء الله. فبسم الله الرحمن الرحيم لنا سورة الحج انتهيت من الناس شيخ محمد عبد الله. على كل حال سورة الحج أبزي حتصير مدب دودا أيكونن جن أتي قداي ناي حج سلا أجدد الناس زخولنا بسورة الحج كن بآخر كن الزارب وتنتينا يكون كن الزارب كأو يعني تشلف نابلنا إن كن الزارب مالتيو جن مجمر تا إذا سورة زئة
كافتي عابي كبري حزات الله ذا سورة زي ذكر مكة أنتم علماء ذا سورة زي سورة الحج أبي وريدا خلو قال يوم يوم أم مدينة أوريدا قال يوم أم مكة أوريدا قال يوم ما قال آيات أب مدينة قال يوم آيات أب مكة كومتات وريدا حجي آياتها بمشهد قال يوم علماء حجي لهم كافت عزمان إذا سورة زي أسني كافتي عزمانات أسني ليتن معلتن وريدو تسرى أب فرهن أب أمان وريدو أب مدينان أب مكان وريدو أب ناسخ ومنسوخ قالوا كل عينتات أب خالق صور ترخبه أبذا سورة زي تأكيو مالتي دحرا يزقر مكة رب العالمين نزا سورة زي طبعا مسماي أب سورة الحج طبعا حج سلتذكره ودحرا يدماني حديث عقبة بن عامر دمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا صح الحديث نعم صحيح على كل حال كافتز قر مكة أظن هي السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين بس أنا بين أطرح سبحان الله كلت سجدات اللواء زي أطرح زي السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين نعم. ستتحدث عن هذا وأسراره شيخ حسن وحبيبي خليك جاهز دحرا يزقر مكة إذا سورة زي أخذ جمر كلها أجام امرأة قدماي اتتصاوعيت أسلام إيمان دلهم سبت راح يكون كل سب أسلامي دي أسلامي كل عينتات سب يا أيها الناس يلو رب العالمين صويعوهم دحرا يزقر مكة إن زلزلة الساعة شيء عظيم تمام عادة بخالق يجمر دوني حجينا في قيام الساعة قبتات لكن أبزغ جمر كله يعني كم أسنبادي صوعيت أنتم سبات أتي من قدقات ناي يوم القيامة كبيد نقريو إن زلزلة الساعة شيء عظيم لحراي أب التفاصيل ناتوتي وشتو شاتو دماني قالوا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يعني أدين ودا من شاخت صندوق أتي كبداد اللوخ وتصق أزي كبيدكم مخانو رب العالمين قاليسو شعو اندا حالف دماني خلق يعني يود سب كميلو خم تخلق دما بيلو كم اخو اندا بل دماني ناي تخلي كميجرو اب مريت كم دوص بوتات قليصلنا حلفو دماني اتي قندي صاوعيت ناي حج دماني رب العالمين من ابزي تغيسوه واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت احسنت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال الموجود ما بلوه أحسنت أتي تفاصيل نايتي أتي زحرد أبني حج رب العالمين أبزغزيو أتي معنا نايز دم زفسس دولو سني نمنتاي كم دفسس دولو دما رب العالمين أردينا أزي دم زي فسيسون رب العالمين كتقومو خم دي مخانو أردينا أتي زفسس دولو مأنتن أبلبنا تقوى حدر لنا كم مخانو كم تي أبصوم لعلكم تتقون زبلنا أبزي دماني أتي تفسس ود لكم دماني أما ترشتا التقوى أبلبهم كحدر لكم كم مخانو دماني كم تاتنا بل ناقلس إيه كونوا يعني فليز بلت سورة قبلك يخيلي هذا سورة زي سبحان الله سلام. شيخ أبو حنيفة حياكم الله حياكم الله هو أنا كم تسمع كيو بزعباني أسرار سورة الحج رب سبحانه وتعالى زورد لنا آيات كافتي زورد كبور قويتا انتايلو ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إذي أبتكبدي مأكل ني سورة الحج بزا سجدة آيات السجدة رب سبحانه وتعالى تزاربه الحراب دحريقو كبر قيتاون أتي نيتم صلاتي ناي اسلمنا كحتي ناي حدنتنا رب سبحانه وتعالى أبيكم ذلو هذان خصمان يختصموا في ربهم دابله بوتؤم ذكر لنا مالتيو أب جهنمكم زلو بدحريو لما يلو إن الله
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. كنت نقر يبقى لخو لمن تايز آيات رب الردوا ومن الناس بالحري آدم ما يلو وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. حجي أذان كان أتوينا أذان يسمرا سب سيمو زلو لما عنتيني عرفة حجي أذان كسمعوكم دعاء ترسعنا دعاء ترسعوا أمة محمد دعاء ترسعون حزب إيرترا أذان نسمع بدحري إن شاء الله نب شيخ أبو حنيفة نملس ونقصر برنامجنا وأذان يسمرا. اليوم نبدأ رحلة قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حان الآن موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نبارتو نابؤو زقربهم قربانات بتفطرهم كم زفتهو غيرهم. الله كم زيبل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
ካብዚ ናይ ቁርባን ስርዓታት መስዋእቲ ሕርዶ ውድሕያ ንሱ ድማ ካብቲ ግሉፅ ስርዓተ ኣምልኾታት ናይ ኣላህን ርጉፅ ሱናን እዩ ወቕቲ ድሕሪ ሰላት አልዒድ ኣድሓ ይጅምር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ኣያም ተሽሪቕ ፀሓይ ዓራርቦ ይውድእ መስዋእቲ ውድሕያ ብእንስሳ ዘቤት ጥራይ ይኸውን ግመል ከብቲ ጠለበግዕ ብደርሆ ወይ ማንቲለ ወይ ዓጋዜን ኣይከውንን እዩ ስብሕትን ኣብ ጽቡቕ ዕድመ ዘላን ክትከውን ይግባእ ዕድሚኣን መስዋእቲ ትበቅዕ ክኸውን ይግባእ እኹል ዕድመ ዝበሃል ድማ ግመል 5 ዓመት ከብቲ 2 ዓመት ጤል 1 ዓመት በጊዕ ፍርቂ ዓመት ንማሕረቲ ዝቐርብ ካብዞም ዝስዕቡ ጉድለታት ከይርከቦም ምጥንቃቕ ይድሊ ዕውርቲ ግልጽ ዝኾነ ዕውርነታ ሓንካስ ግልጽ ዝኾነ ሕንካሳ ግልጽ ዝኾነ ሕማም ዘለዋን ዕባራን الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اليوم نبدأ رحلة قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم عدنا خبرات سمعتنا تملس لكم لنا من شيخ أبو حنيفة لنا شيخ أبو حنيفة حتى ربي لي خلق أجزاء خير ملكة ربي بلا كبر القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد بدحر آية سجدة رب سبحانه وتعالى ذكروا نهاية الصفحة دبا رب سبحانه وتعالى نايتهم مؤمنين صادقين رب سبحانه وتعالى وفقهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم أحسن بالك نايزي رب سبحانه وتعالى شتود وقعد له ونبي رب سبحانه وتعالى وجهنا ذا الله تحبرنا دسبلني والسلام على عبد طبعا سبحان الله سورة زي سورة الحج كتريان كلها أب مبل تاشعي عمت هجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زبلته زي زبرحته بوزح نجارات قال له مالتي فتني مجلس تاجل خريهم كلنا إذا سورة زي أخذ زبلوا شيخنا أبو عبد الهادي أب سلسلة تفعل لي جزيتات زوردت الصورة كم طلع الله خلنا زار من كلنا نحن على تأكيبا سورة الحج تعز بها الكوينة مالتين بري بحسب زوردت صورة يكونتن جند أخني زخلو أب سورة الحج تجلي سوزلوسي سبحان الله كم زي مقدمات كم زي سجوم تتات نبزع عباي قداي ناي يعني الإسلام يتقدسوا أبيلوز وسد زلو يعني نقرات خون الله مالتي زي سورة الحج زي أدرجة كم تزبلوا مشايخ قدم أبيلهم درجة تغاليلا أحسن ربيلا نتي تحسوا ناي إسلامنا كم بدماني يتوجعوا ناي إسلامي كم جمرتها حسب مجرست أندريو حجي أب سورة الحج عسرت سلسة عمد زخون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكايلو وزنبرو دعوة أب مكة ترسيخ نتي رب العالمين سبحانه وتعالى خموهانو حادي نحنا خنجزو أزقبأنا نخبره عسرت سلسة عمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقاليسو إيت المشركين زنبرو كحدة زنبرو ونقطة نساتهم بزي مأمانهم ببزح نقرات اتي حادنتني رب العالمين سبحانه وتعالى كمودو ماني اتي كحدت بزعباناي دحرز عالم زي كال عالم كم زلو طيب تملسنا نحن ون كاب
يعني مقابر رب العالمين سبحانه وتعالى أتسيئون كم تسألناهم مخانو تسأي إذا كله زو حدوة زنبرو بحاد شنخ انتير إنا له مالتي رب العالمين سبحانه وتعالى تي تفالا لي عينة ناي كحدة تفالا لي عينة ناي كتع زغربو زنبرو اتم كفار كخوحدو نزم سرة عوز أمسد نقرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كبره تسددي زون سبازياتهم بطعم ريحكم نيرم كابتي قنوع زخونه مقد الناس تردون نعوم نخملس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكايدو زنبر 13 عامت احصر ربيلا صف ربيلا ناي كله تخايدي كساب مبلتا شعي عامت ناي هجره درجه كنينا نزارب زلنا مالتي درجه 10 عامت درجه 10 عامت ناي انت 20 قلن عامت كمان ناي دعوه تخايدي ناي زيتات كله نسات صبصيبا احصيره ابزا سوره زئه تقربوا مالتي دحراي دماني امزا سوره زئه ونكلنا رب العالمين سبحانه وتعالى خلصنا كلوتي زكايدو زوم كحاتي زرحقهم كاب رب العالمين سبحانه وتعالى عباي نطبي الله زي انا نطبي زي ادماني حدا سبسي تغاليسو من نفسه نابس لمنا نخاتو نتخلو حصورات منقونا منقو يعني تقبلنا اسلام زلو نحساب تا نفسه تابيو حبرتسب تاع كايبل نقال زبلو نحساب نزيتا تصاوير نابس لمنا خاتوكو يغلل اكن حدثت نتي تفطرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بتوحيد اب قنوع زامسل فطاطر رب العالمين سبحانه وتعالى فطر وزلسي نعون السون خحد زرئيو صعري يكو يجدد اكن حدثت اب طفات نيرو نتي حق نقبلو زرئيو عينت ناي صعري فرب العالمين سبحانه وتعالى ابزيب لنا طيب اتودسب كرحقن كله خبر رب العالمين سبحانه وتعالى دالو خبت اساسنا مسرتاوي كونتات رب العالمين سبحانه وتعالى غير وزلو بز عالم زوص دالو مبري اذا عالم زبمول اوكوني اب حدا عينت ناي سيستمن اب حدا عينت ناي حق رب العالمين سبحانه وتعالى اتحيزو زلو زخيديو ملو عالم رب العالمين سبحانه وتعالى يملخ ملء عالم يعني كبلنا كل رب العالمين سبحانه وتعالى وما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نناتهم أجباب غير لهم رب العالمين سبحانه وتعالى بؤو غيرهم أملاخنتنا رب العالمين سبحانه وتعالى زريو يلنا بز عالم حتى نتود سب نبعلون بحاد شنخكو مؤزوزيو بحاد شنخكو فنتسجلوا خافت حقتنا رب العالمين سبحانه وتعالى قوت ايكلينيو ازي تني علما وزالو اذا امثل عينتنا املاخنتنا رب العالمين سبحانه وتعالى اسي يكون نتود سب فعلا اب نعدان تقبلنا كبر رب العالمين سبحانه وتعالى زقتو جند اخدي ازي سب زن بعلو سي طيب قال له بزح كونتات اب هوتو كابتي حقتات ناي عالم غير وزلو رب العالمين سبحانه وتعالى زلو سي نتود سب كمان ايوصوني اذا كله اكلاتو طيب غير له زلو رب العالمين سبحانه وتعالى ناي اكايدا نسخ قصصره ايكلنيو كم دماني رب العالمين سبحانه وتعالى حمامي لو يعني سبحانه كنص يكلنيو اذا كله اب هوتو زكايد نغرات بزيد اليتو بزي مرجو رب العالمين سبحانه وتعالى خد اليوم كله خونيو اسو نزيتات غير يكلنيو نزيتات كعقتو ايكلنيو جند اخن ازي ايكون نتتم ازازنت رب العالمين سبحانه وتعالى خبو دلي وزلو رب العالمين سبحانه وتعالى مرجع هيون السبزي بمرؤون بدليتون بمرجعون رب العالمين سبحانه وتعالى ابكدميو امبركيخو نتحقتات ناتو نخختن فازي قليل ايكون بحد شنخ كبيديو لانه ابا خازلو اول ما ابا خفت يروزلو رب العالمين سبحانه وتعالى بزح نقرات كرحق كازغل كافت مقدنا يا رب العالمين سبحانه وتعالى نحسب كعشو كازغل نحسب كزنقع كازغل بزح نقرات له جند اخني حادثه انت ان رب العالمين سبحانه وتعالى امليخو رب امين برب العالمين سبحانه وتعالى نيتي حقتاتنا رب العالمين سبحانه وتعالى قد ابيلو انت حيزو زبصحو رب العالمين سبحانه وتعالى كاونينيو عبي درجة سلزخونه كنديت اتهم نتي مقدنا رب العالمين سبحانه وتعالى زنصقوون وين ما خبوز رحقو بسنكي اتم مخنياتات تياتن حتى زامن زلو رب العالمين سبحانه وتعالى زلو الله ان ازي الله دليت كم تتحاد زلو جند اخني از سبزي اتي دليتو زلون اتيناتو زلو رابحان طغمن مستي حقتاتني رب العالمين سبحانه وتعالى خيد من انتان مريتو
بزز أمثل أسلموا استسلم طيب بمحض الرضا وانت عايزبها بدليته كم ودماني كبزخون عينتنا شرك رحقوا السبزي استسلمون رب العالمين سبحانه وتعالى إزد ماني إز أمثل كبرت رب العالمين سبحانه وتعالى يهوبو هم تزبلنا مالتي أفتا مجرسنا نايتا آياتي وهدوا إلى الطيب من القول رب العالمين سبحانه وتعالى بسنك نايتي نساتهم زقالس وزنورو أبزع عالم زي بسنكو رب العالمين سبحانه وتعالى زهوبهم درجان زهوبهم يعني العول زخونة كبرت طيب كال بخال شنخ أي رخبو منهم ويبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى وهدوا إلى صراط الحميد طيب حتى حدا خبتهم مفسرين زولوا بزعبنا الصراط الحميد انه رب العالمين سبحانه وتعالى يهبهم بوتا خمتي رب العالمين سبحانه وتعالى زلع عليه درجه كابتم انبياء زهبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازي ادماني اتي المقام المحمود اتي مقام المحمود ازي اتي يعني درجه كب سبولون رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أدماني رب العالمين سبحانه وتعالى خميجي ريو كان محج زي فلط أزنبرين سميع له زي فلتن بقانقوا زي يعني سبحان الله يعني لمود زي كونه مالتي بتقانقوا نزار وزر جند أخني كميجي كأن رب العالمين سبحانه وتعالى تمسكونا تودسون كميجي كأن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني سبحانه اختحق صوت يعني تفتنا له رب العالمين سبحانه وتعالى قد محج زي فلط أزنبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوم ودماني ناتوم مقدم زحازو رب العالمين سبحانه وتعالى مس يعني مس أدحانو كوم ودماني كم تزحقوا سوى زنبورو أبز عالم زي حقوا سوى أنتن زهوهم درجة إذا عابي درجة إزي نوعي رب العالمين سبحانه وتعالى زبلنا زلو إزي أتم سبات زي أتم مريضهم ناتيز ناتوم زلو متشاتن ناتوم دلو دليتن ناتوم زلو سمعت أبتحت إجرام جرام نعو تقاط أتصرم نعو رجاجيتهم نزا نفس زي الدليل زنبرت إم بن دابلو رب العالمين سبحانه وتعالى حبسه ما أنت نزجبرو رب العالمين تعالى قبلوا السندر يهوبهم وهدوا إلى من القول وهدوا صراط الحميد. بارك الله فيك شيخ أبو حنيفة على هذا التوجيه. شيخ حسن سورة الحج والحج نفسه فيه الأمر بالتقوى بل فيه التزود بل فيه الأمر التزود بالتقوى. سورة الحج عالجت هذا الموضوع أيضا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وفي قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنه قوله تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. برأيك يعني كيف ممكن الحاج أن يحقق التقوى من خلال هذه الآيات؟ طبعا من المقاصد العظيمة في موضوع الحج هو مقصد التقوى ومقصد التزكية مقصد الرقابة ومقصد التوحيد مقصد التسليم مقصد الإخبات يعني هذه كلها سبحان الله اشتملت عليها هذه السورة العظيمة وخاصة في الآيات من 34 إلى 37 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد أكد على قضية مهمة جدا وهو إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هنا نلاحظ أن موضوع إعادة الناس سبحان الله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تعدد الشرائع يعني كانت هنالك أمم تحج هذا البيت ولها أحكامها ولها مناسكها لكل منهم منسك على كل ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد على قضية مهمة جدا في كل هذا وحدة الإله يعني كل الذين مروا بهذا البيت وكل الذين طافوا به ليس هنالك من يعبد دون الله سبحانه وتعالى فالإله واحد. التقوى في حقيقتها هي ترك العدوان. حقيقة التقوى أن لا تتجاوز حدود الله ولا تقتحم المحارم ولا تعمل على إضاعة الحقوق. الحج سبحان الله يعلمك هذه المسألة منذ بدايتها يعني منذ البداية عندما تدخل في الإحرام كله تقوى مثلا لا تقرب الطيب لا تقرب اللباس المخيط لا تلبس كذا لا تحلق الشعر لا تقرب الأظافر ما تقرب الزوجة لا تقرب الصيد. ففي النهاية الحج من أوله إلى آخره يربي فيك حساسيته
العدوان، إنه يكون عندك حاجز من العدوان، لا تقتحم محارم الله. هذه سيرتك في الحياة يجب أن تكون هكذا، يعني ليست فقط صحيح لعلكم تتقون في الصيام كورس كامل 30 يوم مجموعة ممنوعات، الحج مجموعة بتاعت ممنوعات، كلها تعلمك إنه والله قف عند حدود الله. يا سلام. قف عند حدود. إذا استطعت والله ما بين هاتين الشعيرتين، شعيرة الصيام وشعيرة الحج، طلعت منها في العيدين، عيد الفطر وعيد، طلعت منها إلى الحياة بمنظومة التقوى، فأنت فائز. يا سلام. ولذلك التقوى، لاحظ الآن قال ومن يعظم شعائر الله. من أين تأتي التقوى أصلا؟ هذا الذي عظم شعائر الله، والله قف عند هذا الحد، افعل كذا، لا تفعل كذا، تجنب كذا، لا تقترب من الصيد حتى لو أنت محتاج، لا. فهنا تأتي قضية الرقابة الذاتية اللي الإنسان سبحان الله يراقب فيها الله سبحانه وتعالى من فوقه، الله يراك وأنت تحاول من داخلك أن تستصحب هذه ذلك ومن يعظم حرمات ذلك الله حرمات، فأنت ما بين تعظيم الحرمات فهو خير له عند ربه. أي نعم. عجبا. فلاحظ سبحان الله، فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أين تتحقق؟ أنك أنت تعظم الشعائر. الشعائر كل شعير، يعني كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به يجب أن يكون عندك حساسية في إنه والله ما أمر الله به يجب أن أقوم به، وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يجب أن أتركه. ولذلك حقيقة التقوى تدريب، الحج تدريب من أوله إلى آخره. ولذلك لما عرف السلف رضوان الله عليهم موضوع التقوى قالوا العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. يا سلام. وترك محارم الله سبحانه وتعالى على نور من الله تخشى عقاب الله. فأنت ما بين أعمال واجبة تقوم بها وما بين أفعال محرمة تجتنبها. ثم آية مهمة جدا، ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني ينهاك مثلا عن قتل الصيد، لكن لماذا ينهاك عن ذلك؟ يريد أن يختبر فيك هذه. يا أيها الذين آمنوا لا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. نعم. ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم. الآن في الحج الرقيب هو الله، وأنت تنظر إلى رقابة الله قبل كل شيء. هنا تأتي قضية الخشية. فسبحان الله إذا كنا والله من لحظة لباسنا الإحرام نراعي كل ذلك. طيب الله سبحانه وتعالى الذي تخشاه في الحج هو الله الذي يجب أن تخشاه سائر العام. سبحانه. يعني هذا التدريب الذي يجب أن يخرج به المسلم من موضوع هذه الشعائر كلها، وهذا النسك الذي يقوم به يتدرب. وخاصة من دخل كما يقولون خلاص في الأعمار المتقدمة عليها يدرك بأنه والله قد لا تتاح له فرصة مرة أخرى ولا بد أن يستحضر. طيب أنا جزاك الله خير، كنت أريد فقط أن نفرد هذا التعليق على التقوى، وأنت أدرجت معه التوحيد. نعم. هذه السورة أيضا عالجت التوحيد وشنعت في الشرك على الشرك بشيء حقيقة يعني يخافه القلب. فأريد تعليق بسيط في 30 ثالث من انتقل الشيخ محمد عبد الله. قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. نعم. فتخطفه الطير. نعم. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تمثيل الشرك بأبشع صوره. نعم. حقيقة صحيح. وتأكيد على التوحيد. نعم. هو سبحان الله موضوع الحج من أوله إلى آخره يركز على هذه القضية. يعني مثلا يشير إلى إبراهيم عليه السلام في نفس السورة. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أول قضية ألا تشرك، ألا تشرك بشيء، رغم أنه إمام الموحدين. إمام الموحد. ودعاء إبراهيم دوما لذريته أيضا أن لا يعبدوا الأصنام. نعم. رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا البيت أساسه الذي وضع فيه هو أن لا يشرك بالله في هذا البيت. قضية مهمة يعني. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا البيت. وبالتالي أيضا نلاحظ التلبية تبدأ إعلان بالتوحيد وتبرئة من الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. المشركين كانوا يقولون إلا شريكا هو لك، فخالفت تلبية المسلمين والمؤمنين تلبية أهل الشرك في هذا الموضوع بالتوحيد، إثبات التوحيد. ثم أشارت كما تفضلت إذا كان هذا هو الأساس الذي يقام عليه هذا البنيان العظيم، وإبراهيم يتبرأ، إبراهيم وذريته يتبرؤون من مسألة الشرك، وإبراهيم يوصي أبنائه دائما على الإسلام ويقول ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يميتهم على الإسلام.
تشير كذلك الآيات كما تفضلت بالآية التي تلوتها في قضية إن والله العقوبة الصارمة القوية الشديدة في من يشرك بالله سبحانه وتعالى كأنما يرمى من السماء ولا يصل إلى الأرض، إنما تتخطفه الطير تمزقه تمزيقا ولا يبقى له أثر. فهذا التمزق فيه طبعا دلالة مهمة جدا، وهو أن المشرك ممزق في ذاته. يعني إذا كان المسلم الموحد مستجمع لهمه ومستجمع لرؤيته ومستجمع لمساره إلى الله سبحانه، المشرك مشتت. شكرا. مشتت بين الآلهة. الشيخ حسن سلمان باقي معنا دقائق معدودة. الشيخ محمد عبد الله كم سمعنا يا الشيخ حسن بزعبانة تقوى بزعبانة توحيد تزاريبو رب فتح لكم لما سقاتكم إن شاء الله تزاربونا تن آيات يذكر لكم تحدريكم نمزخ آخري عجيب زحق جيزي سلازي كافتي أقداسي زخونا قداي اندحر مسيخة أفتناي حكم الحج اندحر مسيخة انحك تريد ليخة تحقيق التوحيد بلك التذكير بيوم القيامة إذا كل زي حجي تنتينهم زمسولك حجي اندحر قربتين ذا سورة زي استوعك قريكا إذا كلا حكم الأفتناي حج زبلون دلو كلا أبزا سورة زي بتفل على آيات رب العالمين أمسيوان سبحانه وتعالى. حجنا يوم القيامة ترى بمجمر تمثيلك اندحر تأشمون أي التوحيد اللي خادم بتفل عليه إذا خمسة توصوت أنا حكومة تمثيلك تخلوا أفتني حج دليود لرب العالمين قد دايسني أبزا تأشمون تسيوان. يا فرح ربي امتيلنا. يا باقي عز حرادة امتيلنا. هو رأيك حج خفتي حكم الحج انتهي لك إظهار الافتقار بلك الإخبات إلى ما رب العالمين تغيسلك حجي أنا لا تزاربكم كلهم حجي نايتي حكم الحج كم بمن يسألني ترى أخوسني أفتى آيات نحر رأي خايو كل رب العالمين أريد ولو ممكن زيادة ممكن ترخبوا تخيل عجبا رب العالمين سبحانه وتعالى طرح بتي بالأشياء المادية بوتات كان بلا يدليناني سلازم انتهي بلك له أتي تحردوا دلهم أتي طواف تقولوا دلهم نعود ليكم كن أنا زبلكم دلهم كأزل عليه نب أتي مقامناتكم سني نبلع لي دسكل قدائك أراني بالكم دلهم زلنا له سلازي أنا دخون تأزاز كأزكم كله نتي تأزاز كتخبروا دالكم تقولوا دلهم مري نتي نجر نتي نفسه ولا حنت تأشم رب العالمين أي قدو ولا أيطعمه لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. سلازي أفتينا يقول داينا يتي نحج ري خلخ حجي الطواف بالبيت ري خلخ شنكول الملون شو عت إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تقبروا دلهم سني نتأمنيكم كذا لأنه قال اسم تايب لك منزل من دينا موني خنجزو لا نتأمنيكم كان تأزازنا يا رب العالمين كتخبر ورب العالمين كتذكري وأبي لك له ذلك إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. يعني تسمى تأيز مسلو مجرد نتمار موت راح كم نتمار ما يكونن سلازي أتي نحنا أتحنقولنا نبكال أمسكده أفتي كن صندوق ولا أنتين قبر علينا أمني بنقول أمتي خانة تتأشمو غان أتي تبلا لغا مرموي ولا حنت وقع كان شيطان زوقع كان مثلك استخان رب العالمين خبرينا يا رب العالمين سلازي حلقة نأو كم كسلك الله أكبر نالكات صندوق لغا أتي أفتي ساعي تقبرو دلغا ماني نرب العالمين كتذكر أتي طواف تقبرو لغا كله نرب العالمين ذكاري أفتي وشتي مذكر رب العالمين دماني أتي عبي شتو كوقعود اليد رب العالمين أبزي نعنا مفترنا نعو حازيلو التي ذكرنا يا رب العالمين انتهي حازيلو له التوحيد سلازي رب سيدنا أفتح حديث انتهي لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلبيح قبره خلو مجمرت حاج قبره خلو إلك ولبى بالتوحيد لك لبى بالتوحيد. لا لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لأنه اتقال نفسه انت حزيل له وحدانية الله سبحانه وتعالى حدا رب العالمين كم خانو سلازي إذا سورازي حقيقة أنا انتي دسبلني يعني فليز بلي تفعل لي حلقات غير كاسني كله تنتينا
أتي أسرار ود الله تبلو كأوزع عمقي أسرار حيزاد الله ذا سورة زيها يا سلام سلذي أزي سورة الحج تي بحقي حج كتسمي سني يعني قباي بتعمي صبو أسامي أتسمي هذا الله سبحانه وتعالى. أبو حنيفة تبلوز اللي كزربا بثلاثة ثانية ختام كترش منتن بدحري خلت اللواني بأنجرك عطسوي إن شاء الله فرصة بك نصف دقيقة لا تكا بإذن الله عز وجل. تحنتي لبوا أنا خلابوا نحواتين حاتين كإلت زلوم نحج نحججو بزيو كوني سؤال كما مخنيتا زحلفو زلو عدلاتن زحلفو زلو زيادة دماني حدا سب أنا بينتعز بال كله مسمولو طعنو مسمولو حلنتون كله حجن دحر حنت سقمت زي وسده معاسي ماني قداي سلازخونه اتم احواتنا ان شاء الله تعالى عدل زي رخبو ابز حلف اوان بزخونه خوينو كقالسو نزا نجر زي ان خمالوا لانه زي حد خبتي اركان عندتات ناي اسلمنا رب العالمين سبحانه وتعالى نخنمالو عزيز الناس زلو سلازخونه ان شاء الله زغلو لما انت نزار ولا تصحنا نترفي تايز بال ترايك كوني كوم غير خاي وسدسي اذا اقداسي نتي رسيعو زلو ذكر نتي قرب تليزنجي زلو برابر ناي اقداسنت ناي زعبي نجر زي كوم خانو كوسديو اتي كند مدب ناي زاناي نايلو ما انت نبرت بروجرام ان شاء الله تعالى دماني اتنا تازلو طومي هيبان خد كون ذا بروجرام زي يتمني ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى بزمت زلو وانات ون ولا نتم زخدو دقيمود عدلكم نتمني ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا على اتاحه هذه الفرصه. بارك الله فيك شيخ ابو حنيفه. مشاهدينا الكرام انتهينا بهذه الحلقه ونسال الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير وأن يتقبل من الحجاج حجهم. انتهى يوم عرفة والآن الناس يتوجهون إلى مزدلفة، لكن أريد أن أختم بما ختم الله عز وجل به في سورة الحج، حيث قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا الاصطفاء في ذكر معرض الحج هو اصطفاء من يحج أيضا، فهؤلاء الناس الذين حجوا في هذا العام هو اختيار الله عز وجل لهم، كما أنه اختار الرسل واختار الملائكة، كذلك هو يختار أيضا الحجاج الذين يوحدونه سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا عز وجل ختم جماع هذه الأعمال كلها بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع والسجود جزء من الصلاة، والعبادة هي مفهومها العام. ثم قال: وافعلوا الخير في كل شيء، وهنا لعل في القرآن تأتي بمعنى الواجب، فالفلاح يأتي بعدها. ثم قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. جهاد السلاح وجهاد أيضا اللسان وجهاد الطاعة، كل هذا يدخل ضمن هذه الآية، لأن الحج أيضا يتضمن كما قال شيخنا الشيخ حسن سلمان يتضمن هذه المعاني كلها. ثم قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا دليل على أن الحج أيضا ميسر، ولمن استطاع إليه سبيلا ليس فيه حرج. وقال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وهنا تسمية المسلمين يقضي على كل الفئات التي تسمي نفسها من إخوان وسلفية وتبليغ والجماعات وما غير ذلك. نحن يجمعنا الإسلام، يجمعنا اسم واحد، نحن مسلمين، نحن موحدين لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، كما نص ذلك رسولنا الكريم في حجة الوداع، في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الله عز وجل بقوله: هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة.
مكانة الصلاة في الإسلام. انظروا حتى في هذا الحج هي تذكر، وآتوا الزكاة. ثم لما كان هذه الأعمال كلها لا يمكن أن تتم إلا بعون من الله، قال واعتصموا بالله مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا يعني هدايته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يهدينا وأن يعصمنا بمنه وكرمه، وأن يتولانا وأن ينصرنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل لهذه الأعمال ولا يمكن أن يصل لمرحلة الطاعة والولاية إلا إذا وفقه الله. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله